رائد شباب قسنطينة يبقى وحيدا وقسنطينة زاهية بلاعبيها، خاصة عبيد الذي تألق وسجل هدفا مهما. عبيد، أنا بالنسبة لي قسنطينة راهي في الرياضة بعاملين، بالفريق وبالجمهور. سيفري يعني كما حتى الجمهور راهو بطل حتى الآن، لأنه يعني الأفضل في الملاعب حتى الآن. صح، يعني كما تشوف الجمهور كما هذا يعني شغل عيب باش تخيب ويخرج هكذاك بدون نقطة. الحمد لله يعني معاونا بزاف، سورتو السنة، سورتو الماتش تاع مع المدية، يعني تعثرنا في الميدان تاعنا، درنا 1-1. مي هكذا كي خرج ناس فقدنا، يعني كاين تحس بلي كاين ثقة بين الجمهور واللاعبين. وبالخير يؤدي دوره كما يجب، يمرر لك كرات في المستوى. نعم، يعني دائما سورتو في التدريبات يعني نعطيه له، يعني نقول له كيف لي بال اللي نحبهم. الحمد لله يعني في المباريات يعني هو اللي يمد لي، يعني يمد لي 3 بيت نورمالمون اللي سجلتهم. ان شاء الله يعني نكملوا هكذا ونسجلوا اهداف ان شاء الله. والقائد في كل هذا بعد الجمهور العريض والوفي حتى الان عبد القادر العمراني ايضا. والله يا مسعود، انا كنت محظوظ اني شاهدت المباراه، مشيت لقسنطينه عن قرب يعني في الملعب وسط الجمهور، مش من الشرفيه، كنت مع جمهور، وكان معي صديق سليماني كان يلعب في الكراك اسمه سليماني. ولما ضيعوا مولوديه وهران الهدف وجه لوجه في الشوط الاول، في مباريات مثل هذا فريق خارج ديار تجيه فرصه مثل هذه زجته ثاني، قلت مستحيل راح يديروا نتيجه اليوم، مستحيل. يعني شباب قسنطينه لما تشوف يعني الملعب بكل صراحه والجمهور، انا شخصيا وليت نتمنى تكمل اليوم البطوله ويديوها هما، يعني بكل صراحه. يعني والجمهور تاعهم متعطش، عندهم اكثر من 20 سنه واكثر، يعني ما تذوقوش طعم اللقب. وتشوفوا هكذا حتى الروح الرياضيه كانت يعني مثاليه في القمه، يعني 90 دقيقه كانت الجمهور تاعهم يشجع بطريقه حضاريه، يدعموا الفريق مر يعني في الشوط الاول، يعني كان فريق يعني متذبذب، لانه الموسم الماضي في هذا الوقت غير الفريق متعود على الضغط النتائج هذو، لان في حد ذاتها الضغط كبير. فعلا. لازم يكون عندك انطريد. وعمراني اللي انا عندي اتصال معه يعمل ترافاي بوكو بليس سير سو كوتي. لازم اللاعبين ينحيوا هذه الشامبيونه من راسهم، يلعبوا بلي كاليتي تاعهم، لان المرحله مازالت طويله. هنا طمعوا الانصار، هما طمعوا كلاعبين توصل 27 نقطه، عندهم مباراه اخرى في الموسم الماضي في هذا الوقت عندهم 13 نقطه، 13 عند 27 ويدخل 30، واصل اللي يوصل الرقم 3 صدير 30 31 32 اصل اللي يلعب على البطوله. جايه مرحله العوده. اذا نصيحه، انا نصيحه لازمهم عندهم فريق لاباس به، لازم لهم انتدابات لتدعم. يقول لك علامه وزيد سليم العايب عبد القادر عمرو، كاين واحد الجماعه ثاني تلمت حول شباب قسنطينه وكلهم، وزيد علامه طارق هذا الاكسبيريونس، سي ان انسيان جوار ويعرف امور تاع شباب قسنطينه، وعلى بالي باللي يدير ريكروتمون. انا متاكد باللي شباب قسنطينه يديروا ريكروتمون دو طاي 1 او 2 جوار في الميركاتو. اللاعبين الكثير من اللاعبين يتمنون ان يكونوا ضمن شباب قسنطينه. شباب قسنطينه هذه الايام مولودية وهران قلنا عليه لي دوز اوكازيون اللي جاوهم في الماتش، لي دوز اوكازيون حتى هما كانوا معولين، جاو انصار ثاني بزاف، شفتهم تما في قسنطينه 700 ولا 800 كيلومتر، جاو يعني عندهم النيه تاع يقدموا في الكلاسمون، يحبسوا شباب قسنطينه ويقدموا، لان مولوديه وهران ثاني نفسها نفس الانديه اللي نسميهم كبيره. انا على الاقل يمثلوا مدن كبيره، المدن الكبيره لي جراند فيل ولي جراند فيلا، يعني الاصل راهي ماهيش المكان تاعهم، ماهوش الكلاسمون، مالغري راهي 17 بوان سي با سا بلاص. غير مقنعه الامور الى حد الان، بامكان تقديم الافضل. غير مقنعه، لان في وهران في ملعب زبانه فرق يعاني فعلا. ذكرني تحكيميا الامور بخير. الجمهور كبير، روح رياضيه عاليه. ما ننساوش حكم الجوله في هذه الجوله بيكو وصلياس، بكل صراحه 40,000. انا شفت المباراه من بدايه الاغهار 60,000. لا احنا نديروا سعه الملعب، خلينا في 60,000 حتى انا نروح لك. انا حكمت سياسي موك 81,000. منين جبت ال1000؟ هاو جبد روح دخل منين زين؟ ما تعطيش الفرصه يا مسعود، نعطي سعه الملعب بكل صراحه. بكواسه خاصه المساعدين الشباب سليماني وعبان، مباراه والله يخطئ غير مشكل كبير فعلا. ويعني بكل صراحه حكام الجوله بكواسه عبان سليماني، بكل صراحه العلامه الكامله 9.5 على 10. اذا مادام حاجه واحده اخرى وعجبني بزاف على زلاتان ابراموفيتش،
بيت عبيد بكل صراحه. قاعد عبيد معنا هنا اليوم. لا يعني عندي بزاف ما شفتش هدف هكا. فعلا بكل صراحه. السمانه اللي فات كان يهضر لي قال لي يوم زهر. فعلا هدف جميل ومتميز. مدام الجمهور القسنطيني حاضر بقوة ويصنع صور جميلة، دعوة للفرق التي تلعب الأدوار الأولى أن يكون الجمهور مماثلا. صاورة، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، مولودية وهران، لما لا تكون فيه مسابقة غير رسمية بالنسبة للجمهور، ولو أنه حتى الآن التفوق والامتياز والأفضلية هي من جانب الجمهور القسنطيني. إلى المباراة.